بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أهلا بيكم معانا في مزمور جديد وتأملات جديدة. طبعا كلكم هتسألوا إيه الصورة دي عملها لي شاب جميل من جرجة اسمه مينا ماهر. ومينا الحقيقة يعني موهوب فعلا، عنده يدوبك 18 سنة. فاتفاجئت إن هو يعني ممكن يكون بالدقة دي. والحقيقة مش أنا الفنان الوحيد اللي رسم بورتريه للفنان العظيم لطفي لبيب، ورسم بورتريه لمحافظ سوهاج. آه، فالحقيقة يعني عمل اشترك في معارض كتير وخد شهادات تقدير، وحد جميل يعني. وكان من حظي ان انا استضفته في البرنامج من حوالي يمكن اسبوع او 10 ايام. وفرحني جدا الحقيقة ان هو محبته كبيرة وان هو حابب يهديني هذا البورتريه يعني. طيب، احنا بنعمة ربنا النهاردة عندنا مزمور لطيف جدا اسمه مزمور 45. وهو مزمور شهير وموجود في صلوات الكنيسة، في صلاة الساعة الثالثة. وكلماته بتبتدي بفاض قلبي بكلام صالح. انتوا عارفين انه دايما بقول انه المزامير بتبتدي بعنوانها. مزامير بتبتدي بعنوانها، بمعنى انه احنا لما بنوزع المزامير في الكنيسة بيلف الشماس يقول لحضرتك، نادرا ما يقول لك مزمور 45، لكن تلاقيه بيقول لك ايه؟ فاض قلبي لرحمتك وعدلك ايها الرب، ربنا ما عجب اسمك، يا رب لماذا كثر الذين يحزنونني. فبيتوزع المزمور او بيتعنون المزمور باول آية منه. ودي يعني تقليد يهودي، لكن الكنيسة خدته زي ما هو، زي ما أخدت برضو مواعيد الصلاة اللي هي التالتة باكر والتالتة والستة والتسعة والحادية عشر والثانية عشر، وحتى التوقيت موجود لغاية دلوقتي بالشكل اليهودي. يعني احنا النهاردة بنقول صلاة الساعة الستة، دي صلاة الساعة الستة من النهار، اللي هي سادس صلاة بعد سادس ساعة بعد الساعة الأولى اللي هي باكر، اللي هي المفروض 6 الصبح، فيبقى 12 الظهر. وحتى تلاقوا أعمال الرسل إن الرسل كانوا بيخشوا الهيكل في موعد صلاة الساعة التاسعة وموعد صلاة الساعة الستة. يعني حافظوا على الموضوع ده. عشان كده السيد المسيح قال ما جئت لأنقض بل إيه؟ لأكمل. يعني لو في حاجة حلوة طب ما نكملهاش ليه؟ طب البخور اللي أنا كنت أمرت هارون إنه يقدمه لي، طب ما كملوش ليه في العهد الجديد؟ يعني عندنا اخواتنا الانجليين مش بيؤمنوا بفكرة البخور وبيقولوا عليه حاجة قديمة او كده. لا، طب ما هو لبس الكاهن المزركش والبخور ووجود مكان للعبادة ووجود مسبح وكل ده متماشي مع العهد الجديد، لانه كان بيبشر بيه او بينبأ عنه في العهد القديم. لكن في الاخر ال ال النبوة كانت ايه، او الرمز كان لايه؟ لما سيوضع على المذبح فيما بعد، وهو جسد ربنا ودمه. طيب تعالوا نخش كده في المزمور ده. انا قلت لكم هو موجود في صلاة الساعة الثالثة برقم 44، عشان القصة اللي قلت لكم عليها قبل كده ان في مزمورين مضمومين عبارة عن مزمور واحد في الإجبية، وفي الكتاب المقدس معمولين اتنين، فعشان كده الرقم زايد واحد يعني. أنا سميت المزمور ده إنك أبرع جمالا من بني البشر، وده العدد 2 في مزمور 45. والحقيقة إنه السيد المسيح له كل المجد هو الأبرع جمالا من كل بني البشر. شوفوا كده رب المجد وجماله وحلاوته مع أمه العذراء الجميلة، لأنه المزمور بيتكلم برضو عن العروس. بيتكلم عن العروس اللي هي الست العذراء، واللي هي النفس البشرية، واللي هي الكنيسة.
تمام. ده برضو من ضمن الحاجات اللي احنا هنتكلم عليها في مزمور النهاردة. طيب، بيقول فاض قلبي بكلام صالح، إني أخبر الملك بأفعالي، لساني قلم كاتب ماهر. يعني كأني بوصف بلساني اللي بيوصفه الكاتب الشاطر، أو بإيه؟ بقلمه. أحيانا كتير بنغلط ونقول لساني قلم كاتب ماهر، يعني يبقى الكاتب والماهر ده وصف للسان. لا، هي لساني قلم كاتب، يعني هناك كاتب إنسان أنا مضافا إليه، أضيف إليه الإيه؟ اللسان. صح؟ يبقى إيه؟ يبقى لساني قلم كاتب، مضاف ومضاف إليه. مش قصدي يعني اللغة العربية قواعد، لكن قصدي إن أنت تاخد بالك إنه لساني مجرد قلم لكاتب ماهر عظيم. ودي برضو تأمليا يعني جميلة، لأن أنت مجرد معبر عن عظمة الله وجمال الله وكارز بكلمة الله. آدي لساني قلم كاتب ماهر. الكاتب الماهر هو ربنا يسوع، والقلم هو الإنسان. تمام؟ زي كده إيه؟ صوت صارخ في البرية، مش صوت صارخ في البرية. مش هو الأسد الخارج من سبط يهوذا اللي بيصرخ في البرية، ده المسيح. أمال مين يوحنا المعمدان؟ صوته مضاف إليه. تمام؟ طيب، هو مكتوب في المزمور في العنوان لإمام المغنيين على السوسن، غالبا دي آلة، وبعدين بيقول أو طريقة للقراية. بعدين بيقول لبني قورح، لبني قورح. فالآباء بيقولوا غالبا المزمور ده كتبه داود وأعطاه لبني قورح لكي يرنموا، وبذلك يكون بني قورح دول إيه؟ المرنمين. تمام. طبعا مسياني بامتياز، مزمور مسياني بامتياز، لأنه يتحدث عن المسيح الأبرع جمالا من كل بني البشر. تمام. طيب، يتقال عليه في العنوان برضو ترنيمة محبة أو قصيدة ترنيمة محبة. يعني الإنسان مش قادر يقول لربنا قد إيه أنا بحبك، وقد إيه أنت اديتني، وقد إيه أنت عظمتني، وقد إيه رفعتني. فأنا كل اللي أقدر عليه إن أنا أقول لك إيه؟ أقول لك ترنيمة محبة، ترنيمة محبة. زي ما بنقول فاض قلبي بكلام صالح. وبعدين المزمور بيظهر جمال ومتعة الحياة مع رب المجد يسوع المسيح العريس الحقيقي. هوذا العريس الحقيقي، هوذا الختن الحقيقي الذي يأتي في نصف الليل. ختن يعني العريس، الختن يعني أو العريس. لما يكون المسيح هو العريس، يبقى العروس هي النفس البشرية، هي الكنيسة، هي الست العذراء. عشان كده بنمثل أقدس علاقة بين البشر وبعضهم، اللي بيحاول الشيطان يكسرها دلوقتي، اللي هي الأسرة، اللي هي father and mother I love you family. الفاميلي، كلمة فاميلي مشتقة من الحروف دي، من المعاني دي، من الكلمات دي. الأسرة دي لما سألوا قداسة البابا ربنا يديله الصحة ويطول عمره في الرحلة الأخيرة في إيطاليا عن السيم سيكس ماريج، اللي هم الرجالة اللي بيتجوزوا بعض أو الستات اللي بيتجوزوا بعض، قال لهم إن دي كلها حاجات زائلة وبيجي لها وقت وبتنتهي، إنما العلاقة الحقيقية، الأيقونة الحقيقية اللي أرادها الله هي الأسرة، أب وأم وأطفال. العلاقة دي أقدس علاقة موجودة على الأرض، تمثل أو مثلتها من قبل علاقة المسيح بالكنيسة، اللي أحبها وضحى علشانها وفداها عشان تبقى فرحانة، وأسرع إلى ما يسر قلبها وكان حنونا عليها. دي بقى الوصايا اللي بنقولها في إيه؟ في الإكليل. تمام. طبعا فاض قلبي بكلام صالح، انك
آم آم إني أخبر الملك بأفعالي، لساني قلم كاتب ماهر. حاجة كده زي الشعر، كلها مشاعر وكلها أحاسيس، مش بس أفكار من العقل يعني. ده كلام العقل والقلب المليء بمشاعر حلوة لربنا يسوع المسيح. طيب يجي بعد كده يقول ايه في العدد 2: انك او انت، على حسب الترجمة هنا، انت ابرع جمالا من بني البشر. في القبطي: انك ابرع جمالا من كل بني البشر وقد انسكبت النعمة على شفتيك. ما تنسوش ان كل اللي شافوا صورة السيد المسيح في حلم او في رؤية قالوا عليه كده، قالوا وصف قريب من وصف داود، ان هو ابرع جمالا من كل بني البشر، ومش عارف ازاي اوصفه، او مش عارفة ازاي اعبر عنه. فوصف داود، حتى الاباء يقولوا ان داود شاف المسيح فانبهر بجماله ومجده ومعرفش ازاي يوصفه. لما بولس الرسول قال على السماء: ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر، ما أعده الله للمختارين. والآباء يقولوا أجمل ما في الملكوت هو المسيح، هو وجه يسوع المسيح، هو حضن يسوع المسيح. يبقى ما بالكم بقى بجمال رب المجد يسوع المسيح. فعلا إنه أبرع جمالا من كل بني البشر. ودي آية معزية. لو حد مننا مأسور بجمال شخص، بيحب بنت مش قادر يتخلى عنها علشان جميلة، حتى لو كانت ست، حتى لو كانت مراته، بتحب راجل آية في الجمال. طيب والأبرع جمالا من بني البشر، لا الحقيقة أولى بكل محبة، وأولى بكل اهتمام، وأولى بكل تكريس. عشان كده هو قال إن حب أحد أبا أو أما أو أخا أو أختا أو ابنا أو ابن أكثر مني فلا يستحقني. طبعا ما قالش إن أحب أحد رجلا أو امرأة، لأنه كده هيبقى حب مش حقيقي، مش مشروع، مش حب زيجة وارتباط وبنوة وأبوة. وقد انسكبت النعمة على شفتيك لذلك باركك الله إلى الأبد. طبعا كلام مش راكب على داود، عشان قلت لكم عشان كده قلت لكم مزمور مسياني بامتياز، مش راكب على شخص عايش دلوقتي. باركك الله إلى الأبد، طب ما هو هيموت. قد انضم إلى آبائنا، مات داود ودفن وانضم إلى آبائنا، زي ما بولس الرسول بيقول. فأكيد ما كانش بيتكلم عن نفسه في مواضع كثيرة منها هذا الموضع. تمام. وبعدين يقول إيه؟ يقول إنه انسكبت النعمة على شفتي المسيح. انسكاب النعمة يقولوا هو كلمات المسيح المحيية، كلمات المسيح المحيية. وأيضا انسكبت النعمة على شفتيك لما بنتناول جسد ربنا ودمه في القداس الإلهي، ده انسكاب للنعمة على شفتينا. تمام. فالمسيح قال: خذوا كلوا هذا هو جسدي. وبعدين وذاق وقال لهم: هذا هو دمي، خذوا اشربوا هذا هو دمي. انسكبت النعمة على شفتيك. وبعدين طبعا يقول لك ايه ده كلامه مليان نعمة، ده شفايفه بتنقط شهد. المسيح كان شفايفه بتنقط شهد. المسيح كان كلامه عجب للكل، بالإضافة لشكله الجميل اللي هو أبرع جمالا من كل بني البشر، لأن الداخل كمان بينضح على الشكل. كتير قوي تشوفوا يقول لك الإنسانة دي ما هياش جميلة بمقاييس الجمال المادي أو العالمي. عارفين مقاييس الجمال العالمي بقت إيه؟ بقت الرموش اللي طالعة عاملة زي الشيطان، والحواجب السوداء التقيلة قوي، والشفايف اللي معرفش كبيرة خالص، والأحمر اللي في الخدود المبالغ فيه، وتسريحات الشعر المجنونة الغير هادئة، والموضة اللي شكلها عجيب برجالة أو ستات. أدي الجمال من وجهة نظر العالم. يا إما يكون جمال شهواني، جمال يدعو للخطية، جمال مثير للغرائز، راجل أو ست. إنما في الآخر الجمال الحقيقي هو اللي نابع من الداخل، جمال هادئ، جمال
الروح اللي بتقوده. الروح بيضفي على الجسد ابتسامة وداعة جميلة، فتقول الله ده ابونا ده شكله جميل قوي زي ما يكون ملاك، مع انه بمقاييس العالم مش جميل. ده دقنه سودا ووشه كله اسود، حواجبه وشنبه ودقنه ولابس معرفش ايه. بس الجمال نابع من الداخل. على فكرة بيلاطس انبهر لما المسيح وقف قدامه وكتب وثيقة. عندنا نسخة منها كانت موجودة في مزار الأنبرويس في كنيسته في الكاتدرائية لغاية قريب قبل التجديدات الأخيرة. وأنا الحقيقة قلت لأبونا بنيامين الجميل كاهن الكنيسة، وقال لي هندور عليها ونشوفها راحت فين، لكن موجود على الإنترنت. إنه بعت للقيصر يقول له مين ده، فقال له إنك مجرد ما تبص في عينيه تحس إن أنت منجذب إليه، وإنه جميل وشعره منسدل على كتافه، رغم إن بيلاطس ده شاف المسيح في أسوأ حالاته البشرية، شافه مضروب ومتألم ومتروك ومهان ومعذب، لكن ما قدرش إلا إنه يعترف بالرهبة اللي استولت عليه لما جه يوصف رب المجد، وقعد يوصف بقى في عينيه وفي جبهته وفي شعره وفي انه طالع لامه بجمال الوجه بتاع الناصره والقوره الواسعه البيضه واللون قمحي، حاجه يعني جميله جدا. قعد يتغزل في المسيح. فعلا هو ابرع جمالا من كل بني البشر. ايضا قد انسكبت النعمه على شفتيك لما تتكلم عن الكتاب المقدس او تقعد تدرس في الكتاب المقدس، لانه انفاس الله، كلمات الله. والكلمات بتطلع منين؟ من الشفايف. والانفاس بتطلع منين؟ من الشفايف. تمام؟ عشان كده انتوا كمان انسكبت النعمة على شفاهكم، لانكم بتتابعوا فيديوهات عن الكتاب المقدس وبتقروا وبتحضروا وبتشوفوا تفاسير، تحاولوا تطبقوا ده وتترجموه لحياة معاشة. وبعدين عدد 3 بقى، عايز اجري شوية، بيقول تقلد سيفك على فخذك أيها القوي الجبار بجلالك وجمالك، استلوا وانجح واملك. ده في الترجمة القبطي. في الترجمة اللي بين ايدينا بجلالك اقتحم، اركب من أجل الحق والدعوة والبر، فتريك يمينك مخاوف، تهديك بالعجب يمينك في الترجمة القبطي. ايه ده؟ ايه ده؟ ده وصف ما تقالش الفارس ولا الأمير ولا الملك ولا الإمبراطور، ده وصف السيد المسيح المنتصر. احنا النهاردة فات يومين على عيد الصعود، يمكن لما الفيديو ينزل مش هيكون هو ده نفس التوقيت، لكن احنا بنعيش ايام القيامة اللي بهتت على السنة كلها. بقينا كل سبت وحد كرمز، بس كرمز نفتكر القيامة، لا يبقى فيه مطنيات ولا يبقى فيه صيام، ولا يبقى فيه صيام يعني بنسك شديد او مظاهر حزن او توبة جامدة او كل ده عشان القيامة. لكن الحقيقة القيامة طبعت على كل ايام وكل ساعات وكل لحظات العمر. لما الانسان يقرأ الكتاب المقدس ولما يقرأ تفسيره ولما يفسره ولما يسمع هذا التفسير ولما يتفرج، بيشعر فعلا بانه عايش في السماء، وانه دي ايام وساعات ودقايق مش محسوبة من العمر من كتر الفرحة، لانه المجد ده هو مجد كلمة الله. وبعدين السيف بقى اللي هو بيقول له ايها القوي بجلالك استل وانجح واملك، يقول لك ايه؟ يقول لك تقلد سيفك على فخذك. تقلد يعني حط السيف كده في الجراب بتاعه على الفخذ جاهز كده. وطبعا السيف ده يرمز للصليب وكمان يرمز لكلمة الله. الصليب اللي هو به قد غلب العالم، وإحنا كمان نغلب كل شيء بينغص علينا حياتنا بالصليب وكلمة الله. الصليب القوي، الصليب هو سلاحنا، الصليب هو رجائنا، الصليب هو ثباتنا في ضيقتنا وشدائدنا، زي ما بنقول في عيد الصليب، مرض عيد الصليب. طبعا استلوا وانجح واملك. داود بيتمنى يجي الصليب،
ويتمنى يجي الفداء، ويتمنى يجي ملك المسيح وينتهي ملك الشيطان. انتوا عارفين في العهد القديم كان الشيطان يعني زي ما شفنا كده لما الناس جم للسيد المسيح عشان يشفي لهم، الراجل اللي جه وقال له مش ابني الشيطان متسلط عليه وبيصرعه وبيرميه في النار وبيرميه في المية وبيهلكه. احنا في العهد الجديد نشكر ربنا الشيطان مجرد صورة بيقدمها لنا بس يغرينا بيها، واحنا يا نستجيب يا ما نستجيبش، ولو استعنا بالصليب المقدس يهرب على طول من قدامنا، ونقول له يا رب احمينا من حسد الشيطان في كل وقت، ومن أعماله ومن أعمال أعوانه ومن مخاوفه ومن معقولاته الشريرة اللي بيديها لنا، فتبدو الأشياء منطقية وهي أصلا طريقها طريق الهلاك والموت. فداود هنا بيتمنى ان الصليب يجي وينتهي تسلط الشيطان على اولاد الله، ويملك الله على اولاده، فيشوفوا كل الفرح وكل السلام وكل البركة وكل السعادة، ويحسوا ان المسيح مالك على قلوبهم بقوة وعظمة. ده اللي مفروض نحسه. وبعدين يقول له ايه في عدد 5؟ يقول له نبلك مسنونة في قلب اعداء الملك. النبل يعني السهام، نبلك او اللي هي السهم اللي بيخرج من النبلة دي او من القوس. طيب في قلب اعداء الملك الشعوب تحتك يسقطون. السهام دي هي الصليب اللي اسقطت الشعوب كلها في قبضة يد السيد المسيح له المجد وملك عليها. وهي كمان في تأمل لبعض الآباء هي السهام اللي قدر بيها القائد الروماني تيتوس انه يخترق ويخرب ويدمر اورشليم ولا يترك فيها حجر على حجر سنة 70 ميلادية، عقابا لاعداء الملك اللي سقطوا تحت راية المسيح اللي هي الصليب بسبب تآمرهم وبسبب انه كانوا دايما اصحاب مشاكل وما زالوا. تمام؟ ادي السهام وادي أعداء الملك، سهام مسنونة. الصليب كلمة الله، كلمة الكرازة اللي بتكسب نسل المسيح لغاية النهاردة، كل دي نبل سهام. 6 يقول ايه؟ كرسيك يا الله إلى دهر الدهور، قضيب الاستقامة قضيب ملكك. الآية دي طبعا المزمور ده بيتحول إلى لحن عظيم بطيء مخوف، جلاله لا حدود لها ومجده عظيم، اللي هو بيك ثرونوس، كرسيك يا الله أو عرشك يا الله. لأن المسيح يقول لك إيه؟ الله ملك على خشبة في المزمور برضو، فالمسيح استقر على الصليب وملك العالم كله بهذا الفداء لكي لا نعيش بعد لأنفسنا ولكن للذي صلب عنا. يبقى إذن إحنا ملكه. طب تملك علينا بإيه؟ دفع تمنا بإيه؟ بالصليب. آدي كرسيك يا الله إلى دهر الدهور، قضيب الاستقامة وقضيب ملكك. القضيب بيرمز للقضاء، والقضاء المستقيم العادل هو موجود فقط في ملكوت المسيح. أنا هو الحق. آدي قضيب الاستقامة، هو قضيب ملكك. تعالوا نروح بعد كده 7 يقول له أحببت البر أبغضت الإثم، من أجل ذلك مسحك الله بدهن الابتهاج أكتر من رفقائك. يتكلم داود عن الآب اللي مسح الابن وخصصه وعينه بحلول الروح القدس عليه يوم المعمودية تكريس. فالمسيح مخصص لفدائنا. وتلاحظوا حلول الروح القدس على المسيح كان كامل، الحمامة كلها. الآب حل بالروح القدس على المسيح أقنوميا، وده لينا. طب ما هو روحه يحل عليه إيه؟ الحلول يأتي من الخارج على شخص لا يمتلك، لكن ده كان لحسابنا عشان لما يحل عليه، عشان يعطى لنا إمكانية إن يحل علينا الروح القدس. بس بيحل علينا جزئيا. شفتوا مثلا ساعة الرسل يقول لك ألسنة نار منقسمة، جزئيا مش أقنوميا مش كليا. تمام؟ وبيحل علينا في الميرون عشان نبقى أولاد الله ونعمل عمل الله زي ما هنشوف بعد كده وهيوضح.
هيوضح مين؟ داود. تمام. طيب هذا الفداء كان مصدر ازعاج وضيق وحزن لله للابن؟ لا، ده قال لك من اجل السرور الموضوع امامه، رغم انه كان في تعب وكان في الم وكان في ان اردت شئت فلتجز عني هذه الساعه، لكن لتكن لا ارادتي بل ارادتك. يبقى اذا من اجل السرور الموضوع امامك، عشان كده قال لك مسحك الله بدهن الابتهاج. دهن الابتهاج، زيت الفرح، مهمة الخلاص السعيدة للابن انه يخلص اولاده من الشيطان ومن الخطية ومن الموت. تمام. طب تعالوا بعد كده بقى نشوف نشوف بعد كده يقول لك ايه في عدد 8. يقول لك المر كل ثيابك مر وعود وسليخة من قصور العاج سرتك الأوتار. المر والعاج والسليخة من ثيابك من قصور العاج التي أبهجتك. طيب هنا المر والعود والسليخة دي كلها عطور، وبعضها كان بيستخدم في تحنيط الموتى وتطييب أجسادهم، اللي هو العود. المر معروف، العود والمر دي سوائل صمغية بين الشجر. المر الأول شجر موجود بكثرة في المغرب وريحته جميلة جدا، وده طبعا مر، طعمه مر فبيرمز للألم، فده المجوس ادوه هدية للسيد المسيح. طيب العود ده برضو سائل صمغي شجري موجود في فلسطين وريحته جميلة جدا، وزي ما قلت لكم كانوا بيطيبوا بيه أجسام الموتى، دلالة على المحبة اللي بتربط الأحياء بهؤلاء أحبائهم اللي انتقلوا واللي رحلوا. تمام. وطبعا كان الحاجات دي كلها بتستخدم كعطر. السليخة دي ايه بقى؟ السليخة دي زي قشر القرفة كده، وهي شكلها وطعمها الشجرة بتاعتها زي شجرة القرفة. برضو القرفة ريحتها جميلة جدا، هي قشور ريحتها جميلة جدا وعطرية جدا. ايه بقى الموضوع ده؟ بيقول ان ريحة هدومك جميلة ومتنوعة العطر وتفوح منها روائح زكية من قصور العاج التي أبهجتك. ده بيشير للكنيسة اللي بتشيد على البياض الشاهق اللي زي سن الفيل، لونه أبيض وغالي الثمن، بيوت غالية هي الكنائس، وأغلى منها معنى الكنائس، جماعة المؤمنين الأنقياء اللي بتفوح منهم الروائح العطرة المختلفة اللي هي الفضائل اللي ربنا اداها لأولاده. آدي المعنى. طب ليه بقى؟ لأن الثياب دايما ترمز للمؤمنين. ثياب المسيح هي المؤمنين الملتصقين به كما تلتصق الثياب بالجسد. ملتصقين به في ايه؟ في التناول، ثابتين فيه السر، الجسد والدم، سر الإفخارستية. فآدي الثياب اللي دايما تطلع روائح عطرة. ده عنده مميز في الاتضاع، وده مميز في المحبة، وده مميز في التضحية، وده مميز في البساطة، وده مميز في الحكمة، وده مميز في محبة الله الفائقة، وده مميز في العطاء. فضائل 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 لهذه الثياب لمجرد أنها التصقت بجسد السيد المسيح له كل المجد. وبعدين يقول ايه بقى؟ من قصور العاج التي أبهجتك. كيف تبهج القصور صاحب هذه القصور؟ تبهجه بالتسبيح الدائم. عشان كده في الترجمة اللي في ايدينا يقول سرتك الأوتار. الأوتار اللي بتعزف الألحان الجميلة سرتك، أبهجتك، فرحت قلبك. الأغاني والترانيم والألحان الجميلة اللي بتصدر من كل كنائس العالم طول الوقت من أجل تمجيد اسمك القدوس. وبعدين يقول حظياتك في عدد 9. بنات ملوك بين حظياتك جعلت الملكة عن يمينك بذهب أوفير. أوفير ده منطقة في اليمن فيها أنقى أنواع الذهب في العالم. انتوا عارفين أماكن كتير فيها ذهب، من ضمنها مصر وفي السودان وأماكن كتير، لكن أنقى نوع
هو ذهب أوفير. طيب بنات الملوك، بنات الملوك طبعا لما يبقى هو عريس يبقى البنات أغلى وأفخم بنات وأغنى بنات، نفسها تيجي تقرب منه وتلتصق بيه وتتجوزه. احنا كمان بنعمل كده في ايه؟ في لما بنيجي نقرب من المسيح ونلزق فيه ونبقى من ولاده. بين حظياتك، بنات الملوك بين حظياتك. مين حظيات؟ يعني ايه حظية او محظية؟ يعني سيدة مكرمة مقربة. طيب محبوبة، دي النفس البشرية بتاعتي انا وحضرتك وحضرتك. امال المسيح عمل كل ده ليه؟ عشان النفسنا محبوبة عنده. طيب بنات الملوك بقى يعني الملكوت يسع الجميع. الله يدعو كمان أبناء الملوك والأباطرة والأغنياء والفقراء والكل للانضمام إلى حضنه والتمتع به. تمام؟ عشان كده بيقول إن هذا الملكوت بقى لما تأتي النفس البشرية للمسيح يضعها في موضع القوة. جعلت الملكة عن يمينك أيها الملك. الله ليس له يمين ويسار، الكتاب بيقول كده، لكن في موضع القوة، في موضع العظمة والمجد. عشان كده يقول لك إن المسيح بعدما صعد جلس عن يمين الله، عن يمين العظمة في الأعالي. ده موضع أخذ بقى موضع القوة. طيب والنفس البشرية الجميلة دي ربنا يحطها في موضع القوة، وبعدين يقول عليها ايه؟ عن يمينك بذهب أوفير. يعني تمنحها انت هذا الذهب النقي، تمنحها يا رب النقاوة. واتقالت دي كمان عن العذراء. العذراء اللي بنقول عليها في التسبيحة تطلع الآب من السماء فلم يجد من يشبهك، أرسل وحيده أتى وتجسد منك. شاف فيكي ذهب أوفير، شاف فيكي كل النقاوة يا ست يا عذراء يا جميلة يا نبيلة يا عظيمة يا نقية يا طاهرة يا محبة يا متواضعة يا خادمة يا مضحية يا صامتة يا متفكرة دائما في قلبك يا متأملة وقلبك مرفوع دايما لفوق. الحقيقة العذراء مليانة فضايل، ويكفي أنها تشفع في كل البشر دائما، ومجرد ما نديها نبص نلاقيها على طول موجودة، ونلاقي نفسنا في حضرتها، في النفس المنتصرة دي. عشان كده سيدنا البابا كان بيصلي في كنيسة يوم العيد الصعود اسمها العذراء المنتصرة في فيينا. وأنا لما كنت هناك ادوني كده حاجة وريتها لكم مرة برضو في الفيديو، هي معايا هنا بس بعيدة عني دلوقتي. شكل الكنيسة فخم قوي، كنيسة كانت كاثوليك وادوها للكنيسة الأرثوذكسية، وفخمة جدا وواسعة جدا في الحي ال 22 في فيينا، اللي لو بيت فيه ليلة تدفع قد كده، لو قعدت تشرب حاجة تدفع قد كده، حاجة فخمة 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 يعني. فهي دي القصور، هي دي الكنيسة، هي دي العذراء، هي دي النفس اللي ملتصقة بالسيد المسيح وجالسة عن يمين قوته، وهو يزينها بكل فضيلة أجمل من أي ذهب ولا فضة يتزين بيها، ولا رخام ولا عاج أي كنيسة في العالم أو أي قصر طبعا. وبعدين يجي بقى يقول إيه في عدد 10: اسمعي يا بنتي، اسمعي يا ابنتي أو يا بنت، وانظري وأميلي أذنك وانسي شعبك وبيت أبيك. طبعا العذراء عملت كده، طبعا عملت كده، سابت الدنيا كلها عشان خاطر ابنها، وقعدت تلف معاه وتتبهدل وتتشحطط وتسمع عنه ان هو هيكون خلاص العالم وتصدق، ومع ذلك هي مش عارفة يحصل ازاي، بس ساكتة ورفع قلبها وعينيها وعقلها للسماء. وبعدين النفس دي الله ابوها الحاني الحنين، عشان كده يا بنت او يا ابنتي في الترجمة القبطي اسمها يا ابنتي. وفي نفس الوقت احنا بنقول الوصية دي وبنسميها الوصية. بتعجب بعض البنات دلوقتي يرفضوا هذه الوصية علشان لمجرد ان الكنيسة بتقول فيها انه يجب عليك ان تهابيه وتكرميه كما كانت امنا سارة تكرم ابينا ابراهيم وتدعوه يا سيدي. ويقول لك لا انا ما اقولش يا سيدي، ده احنا مطالبين نقول لكل انسان في الشارع يا سيدي وتاج راسي. مش مصدقين؟ مش بولس مره قال كده؟ قال يا سروري واكليلي للناس اللي بيخدمهم،
اللي هم كانوا بيقطعوا فيه ويبهدلوا فيه وهو بيكلمهم عن ربنا، كليلي على راسي. تعلمنا كده في الخدمة ان المخدومين دول تاج جمال على رؤوسنا، مش بس جوزك ومش بس مراتك ومش بس ابنك وبنتك. الله يطلب من النفس البشرية اللي بتتبعه 4 حاجات: اسمعي، سمع الوصية وطاعتها، انظري على جمال المسيح وتأملي فيه دائما، وأميلي أذنك. الواحد لما بيميل بيعمل إيه؟ بينزل لتحت، بيتضع. والمسيح عمل كده طبعا، وغسل أرجل تلاميذه ونزل انحنى وحمل صليبه. لما النفس بتضحي عشان الآخر، تغسل أرجل الجميع وتنحني وتحمل صليبها، تستحق كل مجد وكل كرامة بيهبها لها رب المجد يسوع المسيح هنا وفي الملكوت. يبقى اسمعي، انظري، أميلي، انسي. انسى. ربنا النهاردة بيقول لك انسى. عندك أحلام في الدنيا، انسى. مسنود على أبوك علشان منصبه، انسى. تعرف حد في وزارة اللي عشان يخلص لك، انسى. بتحب بابا وماما واخواتك قوي، انسي شعبك وبيت أبيكي. انسى كل اللي موجود في دنيتك اللي كانت قبل ما تعرفني. أنا هعلمك إزاي تحب بابا وماما واخواتك وولادك ونفسك وشغلك وحياتك وبيتك وكل تفاصيلك. أنا اللي هعلمك إزاي تحبهم، إنما قبلي تنسى. انسي شعبك وبيت أبيك. طب ليه؟ هل في اللي يستحق إن الإنسان ينسى علشانه؟ طبعا خدوا بالكم، الخطية والشهوة واللذة من الحاجات اللي احنا مدعوين ننساها ونترمي في حضن السيد المسيح له كل المجد، لأنها كانت من مزايا ومن متع حياتنا قبل معرفة الله والارتماء في حضنه. طيب يقول بقى ايه؟ ليه انسي؟ ليه؟ وانظري واسمعي وميلي وانسي. ليه؟ لأن العريس قد اشتهى حسنك فهو ربك وله تسجدين. الله، ما احنا كنا بنتكلم على علاقة الجواز وكنا بنتكلم على النفس. بس النفس مع مين؟ مع رب المجد يسوع المسيح، مش مع عريس أرضي ولا ارتباط جسداني بينتهي بوفاة حد بالتاني. برضو حتى الزيجة في المسيحية لا تنتهي بالوفاة، دي بتظل كده إلى الأبد، لكن برضو لها زمن، وهي ظل للخيرات العتيدة. ظل أي متعة بيجدها العروس في العريس والعكس، هي ظل للاستمتاع برب المجد يسوع المسيح. عربون هنا على الأرض ودائم وعميق هناك في الفردوس وفي الملكوت. عشان كده الله يشتهي نقاوة النفس وجمال النفس التائبة المرتمية في حضنه الساجدة له. وقلنا ان احنا بنقول الوصية دي في الإكليل لأنها تمثل علاقة المسيح بالكنيسة، وبنقول كمان وصية للعريس لأن المسيح قدم، مش محتاجين نوصيه. المسيح قدم كل حياته على الأرض من أجل عروسه السمائية اللي هي الكنيسة والنفس البشرية. وبعدين يقول إيه؟ 12 و13 بقى يقول إيه؟ يقول وبنت سور أغنى الشعوب تتردى وجهك بهدية. لأن العريس قد اشتهى حسنك لأنه هو ربك وله تسجدين ويترجى وجهه بنات سور بالهدايا. سور دي سور وصيدا دي في سوريا، وكانت مدينة تجارية وغنية جدا. بنات سور دي بقى شوف بقى جمال ايه وغنى ايه وذهب ايه ولآلئ وأحجار كريمة ايه، يترجوا بس وجهه. هو المسيح كده يترجاه كل إنسان عنده ثروة وعنده عظمة وعنده مكانة وعنده فلوس وعنده مال وعنده سلطة وعنده عزوة وعنده كل حاجة، عنده عربيات وعنده لبس وعنده مجوهرات وعنده اللي عنده وعنده جمال في وشه، يترجى وجهه برضه. وده اللي عملوه الآباء الحلوين الشهداء والأنبياء والمعلمين. شافوا إن الله، احنا النهاردة معانا نموذج منهم
بشوي القمص دانيال، من شهداء طنطا الأبرار. دول شافوا الشهداء جمال المسيح، فقالوا احنا نقدم له كل حاجة ويلا بقى نروح له ونديله عمرنا. مش زي ما ناس تانية بتقول دول بيحبوا يموتوا وكارهين للحياة. لا، دول عارفين قيمة الحياة وإنها لا تساوي شيء أمام عظمة الحي ومعطي الحياة. وبعدين إيه يقول؟ كلها مجد ابنة الملك في خدرها منسوجة بذهب ملابسها. كل مجد ابنة الملك من داخل مشتملة بأطراف موشاة بالذهب. إيه الخدر ده؟ الخدر ده هو الحجرة والمخدع الخاص، وبالنسبة للملوك لا يطلع أحد على الحجرة الخاصة، وقلاية البطريرك وقلاية الراهب ما يخشهاش حد أبدا إلا حد محدد جدا ولأجل غرض معين، إن يكون مثلا حد بينظف المكان، أو حد الراهب هو اللي بينظف قلايته وما بيدخلش حد فيها أبدا. التلميذ الخاص بتاع الأب الأسقف أو الأب البطرك عشان يجيب له حاجة، علشان يوضب له حاجة، عشان يساعده في حاجة. طب يقول بقى إيه؟ كل مجد ابنة الملك من داخل. الخيمة في العهد القديم كانت من بره جلود معيز وشكلها وحش قوي، زي ما كان السيد المسيح له كل المجد على الصليب لا منظر له ولا جمال فنشتهيه. طب امال من جوه ايه؟ من جوه مخلص العالم ورب الكون، حتى لو ما كانش مخلص العالم. من جوه كل المجد وكل العظمة اللي احنا لا نفهمها ولا نعرف نوصل لفهمها ولا الاستمتاع بيها، حتى مش يبقى عندنا زيها. ده لما حب يوري تلاميذه شيء صغير من مجده وقعوا واستخبوا وناموا وكانوا شبه الأموات، إذا كان الحراس ولا التلاميذ في التجلي. هكذا كانت العذراء كلها فضايل من جوه بس تتكلمش. هكذا النفس البشرية كلها عظمة، كلها جمال وكلها ذهب، لكن من بره إنسان مسيحي ماشي زيه زي الناس، لابس زيه زي الناس، ويمكن يبقى لابس أبسط حاجة وأضعف حاجة، لكن من جوه مجد وعظمة. بملابس مطرزة تحضر إلى الملك في إثرها عذارى صاحبتها مقدمات إليه. إثرها يعني خلفها. وده يا جماعة يعني عظمة ودعوة. ليه؟ لأن ما أجمل إن أنت تكون نفس ولود بتجيب ناس لربنا. الشهداء جابوا ناس. ماري جرجس العظيم أمير الشهداء، ده الكتاب اللي طلع السنة دي في 1/5 من دير الراهبات، من المخطوطات سيرة حياة ومعجزات ماري جرجس. ماري جرجس ده جاب ملايين شافوه هو بيتبهدل وربنا بيعينه ويقف تاني وبيطلبوا شفاعته زي ما ربنا وعده. وكذلك الآباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وكذلك المعلمين والبطاركة والخدام الحلوين. جابوا ناس عذارى يقدمنا يدخلنا بفرح وابتهاج. خشوا ناس تخش كده وسط القطيع عشان تحصل على هذا الفرح وهذا الابتهاج، زي أولاد الله، ما هم دايما فرحين ودايما مبتهجين. في الآخر بقى آخر حاجة أقولها لكم من 15 16: عوضا عن أبائك يكون بنوك تقيمهم رؤساء في كل الأرض. وفي القبطي يقول لك إيه؟ بنوك يكون لك أبناء عوضا عن أبائك. يعني إيه عوضا؟ يعني أنت بتعوض أبوك في ابنك. طب بتعوضه في إيه؟ في مسيرته، في حنية قلبه، في وقوفه جنبك، في خدمته، في رسالته. طب كان لهم الآباء، اليهود كان لهم الآباء. بولس قال لهم كده: لكم الآباء، عندكم الآباء. كان عندهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان وبيكرموهم جدا لغاية النهاردة، ويوحنا المعمدان كله. طب هل قدروا يكونوا أولاد عوض عن آبائهم؟ للأسف ما قدروش، إلا اللي آمن ولزق في المسيح. طيب الكنيسة يا سلام قدمت بقى أبناء عوض عن آبائها، جابت
يكونون رؤساء على كل الأرض. جابت رؤساء على الكنيسة، أسقفة وبطاركة وخدام مؤتمنين على نفوس وعلى اجتماعات، عوض عن الخدام اللي سبقوا أشعيا وأرميا وميخا وكل الأنبياء بقى اللي كتبوا نبوات صغيرة واللي كتبوا نبوات كبيرة، وأولاد الله وأبرار وأتقياء. مسيرة طويلة ورسالة خدمة عظيمة كملوها الأبناء في الكنيسة. وبعدين في الآخر يقول له أذكر اسمك في كل دور فدور، من أجل ذلك تحمدك الشعوب، نبوة عن دخول الأمم إلى الدهر والأبد. اليهود لسه عقلهم قاصر، واقفين عند ربنا قال نسلكم وانتم ولادي وشعب الله المختار والميراث. طب ما بيتكلم عن المملكة اللي تساع العالم كله، بلاش اللي فهم الضيق ده. خلينا نشوف المملكة الروحية مش المملكة المادية اللي كنتوا عمالين تقولوا للمسيح امتى يكون دوت، وامتى تخلصنا من الرومان، وامتى تملك على إسرائيل. مش مملكة مادية، لكن دي مملكة روحية. الآية دي هتلاقوها إيه؟ ويذكرون اسمك جيلا بعد جيل، لذلك تحمدك الشعوب إلى الدهر وإلى الأبد، وإلهنا المجد الدائم من الآن وإلى الأبد. آمين.